اهلا بيكم، جايه لكم فيديو جديد. النهارده هنعمل كده طريقه الرز بلبن مع بعض. يا رب الطريقه تكون سهله عليكم وبسيطه وتعجبكم. هنجيب بصوا، ده مج صغير مش مج كبير، مج صغير. لو انت عندك المقاس ده يبقى مج صغير من الرز. لو ما عندكيش يبقى المج العادي بتاع الشاي هيبقى نص رز على كيلو لبن. مش عايزين نكتر رز قوي علشان نستطعم بطعم الرز واللبن، ما يبقاش الرز بلبن مليان رز كتير وقاعده بتاكلي رز بس ما انتش مستطعمه بطعم اللبن وايه وحلاوته. فهنحط نص كيلو من المج برز وعلى كيلو لبن. خلاص هنجيب المج ده بقى ايه، نغسله كويس قوي، نفضيه في طبق يعني، ونغسله كويس قوي لحد ايه 3 4 مرات كده لحد ما الميه تبقى شفافه. وهنقعه بتاع ساعتين 3 كده. لو انتي مستعجله عليه ممكن تنقعيه بميه سخنه علشان ايه، يستوي معاكي على طول. فهننقعه، وبعد كده نجيب الحله كده فيها ميه بتغلي وننزل عليها بالرز. نفضل نسوي فيه لحد ما يستوي. طبعا الريم اللي على الوش ده بحاول اشيله على قد ما اقدر يعني. هنحط بقى على الرز بتاعنا ده مستكه، نجيب فصين مستكه كده. انا علشان عندي المستكه رفيعة قوي فحطيت ايه يعني حبة كده في حدود ايه فصين 3 من الكبير شوية. خلاص هنحط الجراب المستكة كده على الرز باللبن، حلوة قوي، بتدي قوام حلو قوي للرز. جربيها ان شاء الله هتعجبك. كده الرز بعد ما اتشرب بقى من المية واستوى فيها، هنزل عليه بكيلو لبن من الفريزر. يعني انا مثلا هعمل الرز بلبن النهارده، فهجيب قبلها بيوم اللبن هجمده في الفريزر، قبلها بيوم او باتنين اجمده. هقولكوا ليه؟ علشان خاطر الرز يبقى شارب من طعم اللبن، ياخد وقت في اللبن كده وهو ايه بيفك مع نفسه. معانا طبق بقى فيه معلقتين من النشا ومعلقتين من الكريم شانتيه ومعلقتين من اللبن البودرة وكيس فانيليا وكوباية من السكر. ما تكتريش عن السكر اكتر من كده، لان ايه مش هتحسي. عايزاكي تبقي مستمتعة بطعم الرز واللبن والسكر، ما يبقاش السكر كتير غالب على طعم الرز بلبن. فهي كوباية من السكر على كيلو من اللبن حلوة قوي. خلاص كده بقى انا وطيت عليه وسبته بقى مع اللبن بقى ايه يفك بقى براحته كده. ما تخافيش لو انتي بتقولي ازاي اللبن متلج كده حطه على الرز السخن هيقطع. لا مش هيقطع ومش هيجراله حاجة، الرز قدامك اهوت والصورة خير دليل. خلاص هنبدأ بقى ايه نغليه اهو كده بقى. بعد ما فك وغلي بقى والرز بتاعي اتشرب منه واستوى، هنزل بقى عليه ايه بالسكر. سيبه بقى يغلي كده شوية مع السكر وادوب السكر بتاعي لحد لما السكر بتاعي يدوب. ما نزوديش سكر عن كده، ممكن تقللي زيادة اكتر من كده ما نصحكيش بصراحة. فانا جايبه لك الخلاصة، الرز بلبن هي كوباية سكر واحدة ونص كوباية من الرز حلوة قوي. زي ما قلت لكم جربوا الكريم شانتيه، ده كريم شانتيه سايب ممكن تجيبيه من عند ايه العطار اللي هو بتاع المكرونة والرز. اللي عايزة ب10 جنيه كريم شانتيه، ب10 جنيه لبن بودرة وربع كيلو نشا او ب5 جنيه نشا. خلاص والحاجات دي تبقى موجودة عندك في البيت. هدوبهم بقى كلهم كده مع بعض في مية من الحنفية او مية من التلاجة لحد ما كل التكتلات دي تفك. وهصفيه برضه، يعني انا صفيته مرتين، صفيته من الطبق الاحمر في الطبق الابيض اللي قدامكم ده، ودلوقتي بصفيه قدامكم علشان ايه تشوفوا كل حاجة تبقى قدامكم، تبقوا ايه اللي ما بيعرفش يعمله يجربوا بالطريقة دي هتعجبه قوي. ولو انت بتعمليه مش بالطريقة دي جربي الطريقة دي، والله بجد حلوة جدا. عايزة اقولك ان الرز بيبقى ليه وش كده وحلو قوي. وهاتي لبن من مكان يكون كويس، ما يكونش اللبن بتاعه خفيف. خلاص بصوا المنظر قدامكم اهوت. هو عمل قدامي حوالي 9 اطباق. اللي هو حسب بقى الطبق اللي عندك، لو كبير او صغير. الطبق ده واخد مني كبشتين من الرز. هتسيبيه بقى يغلي كده مع النشا والحاجات دي كلها وبس. يبقى كده الفيديو خلص معايا، ومع السلامة، اشوفكم في فيديو